مين هو إسلام سعد اللي عامل ضجة على التواصل الاجتماعي؟ أشهر مصمم أزياء في مصر من صغره شقيان، كان بينزل يشتغل أي حاجة وأي حاجة متاحة ليه. بعد وفاة والده ووالدته قرر إنه يعتمد على نفسه وينزل يشتغل في أي حاجة. نزل يشتغل جنب الدراسة علشان يقدر ياكل ويشرب ويعيش زي البني آدمين. كان بينزل في محلات ويبيع، وبدأ يشتغل في محل أزياء وبدأ يحوش فلوس. فتح مشروع صغير عبارة عن محل أزياء فساتين، وقابل حبيبته دي اللي هي شريكة عمره دلوقتي، اللي هي كانت قدم السعادة عليه. واجتهد لحد ما بقت عنده سلسلة محلات، بقى عنده محل واتنين وتلاتة. وبدأت لعيبة الكورة تجيله وتلبس من عنده أشيك البدل. الفنانين بدأت تجيله، منهم أحمد زاهر ومحمد رمضان ولاعيبة الكورة كمان. ولكن كان أهم زبون عنده هو اللاعب العالمي محمد صلاح، كان أهم زبون عنده. وبعد كده توالت الأحداث وبقى يجيله فنانين كتير. ودلوقتي مباحث القاهرة ألقت القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد أثناء محاولته مغادرة البلاد بمبلغ 55,000 دولار في مطار القاهرة، ولكن تم إخلاء سبيله بحوالي غرامة 300,000 جنيه مصري. بجد ربنا معاه ويوفقه، ياريت كل الشباب تعمل زيه.